التجارية هي حركة نقل البضائع والسلع المتمثلة في الصادرات والواردات. أهم السلع كاين المواد الطاقوية ولا نقولو استراتيجية اللي تتمثل في الغاز والبترول، وأدنى المواد الغذائية اللي هو الأرز والقمح. نشوفو البترول، أدنى الدول المصدرة للبترول هي الجزائر، روسيا، العراق، فنزويلا، السعودية. الدول المستوردة للبترول هي الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا الجنوبية، اليابان والصين والهند. الغاز، الدول المصدرة للغاز هي الجزائر، كندا، قطر، روسيا، فنزويلا. الدول المستوردة للغاز الصين، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، كوريا الجنوبية. القمح، الدول المصدرة للقمح كندا، الأرجنتين، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا. الدول المستوردة للقمح الجزائر، مصر، البرازيل، إندونيسيا والفلبين. الأرز، الدول المصدرة للأرز هي باكستان، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، تايلاند والفيتنام. الدول المستوردة للقمح هي الصين، إيران، نيجيريا، إندونيسيا والسعودية. أهمية المواد الاستراتيجية الطاقوية اللي هي البترول والغاز. كما نعرف البترول والغاز هما مصدر للطاقة. العديد من المشتقات، عندهم العديد من مشتقات الغاز والبترول، ولديها العديد من الاستعمالات. سهولة الاستخراج، عندهم سهولة، معناها نقدروا نستخرجوهم بسهولة وننقلوهم بسهولة. سهولة الاستخراج والنقل. ضخامة المداخيل والعائدات المالية، معناها هنا باش نبيعوهم راه كاين مدخول مليح. والعائدات المالية تعتمد عليه العديد من الصناعات تحريك المركبات، تعتمد عليه الصناعة. الغاز والبترول سلاح ضاغط، تستعمله الدولة المصدرة كضاغطة للدول المستوردة، معناها تستخدموا سلاح ضاغط. العوامل المتحكمة في أسعار المواد الاستراتيجية الغاز والبترول. كما نعرف في أي تجارة لازم نشوفوا أي حاجة الجودة والنوعية. قانون العرض والطلب. دور الشركات الاحتكارية أيضا. عندنا الصراعات والحروب، كي تكون منطقة منتجة للبترول تكون فيها صراعات وحروب، هنا راه يأثر لنا على إنتاج البترول. التقلبات المناخية. دور منظمة الأوبك والكوارث الطبيعية القريبة من منطقة الإنتاج، كيكون زلزال ولا بركان، هنا راح يأثر لنا على إنتاج البترول أو الغاز. أثار تراجع الأسعار البترول على الدول المصدرة، كيفاش تتأثر كي تراجع أسعار البترول، وش يصرف الدولة هذه. التبعية للخارج، اتباع سياسة التقشف بسبب الركود والأزمات الاقتصادية. هنا نولو تابعين للخارج وتولي كاينة سياسة التقشف والركود والأزمات الاقتصادية. اضطراب الأوضاع الاجتماعية، هذا يأثرنا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمديونية. أهمية القمح والأرز. كما نعرف القمح والأرز هما غذاء أساسي لسكان العالم. ضخامة مداخلهما، كما نعرف الأرز والقمح أدنى مدة التخزين تاعهم طويلة، وكل ما زاد عدد السكان زاد الطلب عليه، لأنهما غذاء أساسي لسكان العالم. سلاح ضاغط، هنايا تضغط به الدول المصدرة على الدول المستوردة، وهنايا الدول المنتجة للقمح وهو السلاح الأخضر. العوامل المتحكمة في تجارة المواد الغذائية: قانون العرض والطلب، الجودة والنوعية، الكوارث الطبيعية القريبة من منطقة الإنتاج. إذا كانت منطقة الإنتاج قريبة من الكوارث الطبيعية راح يخسر الإنتاج. الشركات الاحتكارية، الحروب القريبة من مناطق الإنتاج، سياسة الدول المصدرة.